واش تقدر تاخذ مهنه الفي تي سي كمهنه قاره يكون عندك بها دخل شهري اللي تقدر تصرف به على عائله؟ واش ممكن تصور ما بين 4000 حتى 5000 درهم شهريا، ما يعادل 1000 درهم في الاسبوع من خلال الفي تي سي؟ هذه كامله اسئله غادي نحاول ما امكن ان شاء الله في هذا الفيديو. خليك معنا حتى الاخر باش تستافد من المعلومات. غادي نوريك بالحقائق كيفاش ممكن توصل للهدف ديال 5000 درهم في الشهر وتخليه يكون هدف قار وواحد الدخل شهري بالنسبه لك كفي تي سي. واش ممكن توصل ليه؟ لا. واش ممكن تاخذها كعمل قار؟ لا. هذه كامله اسئله غنحاولوا ما امكن نجاوب عليها في هذا الفيديو ان شاء الله. ما تنساش كيف العاده دعموا البارطاج ولي لايك باش يوصل المحتوى ديالنا لاكبر عدد من الناس فضلا وليس امرا. كنتمنى من الله انكم تشاركوا في القناه ونوصلوا ل 10000 مشترك من هنا لاخر السنه. يا بسم الله. مرحبا بكم في كازاو في تي سي. هنا مجال النقل عبر التطبيقات بالحقائق ديالو. بسم الله يفتح يا رزاق يا عليم يا ربي ترزقنا ما حيتش نحتسب ولا نحتسب. اول كورس غادي ناخذوه ان شاء الله وغادي نحاولوا ما امكن نباشروا الموضوع ديالنا اليوم، الا وهو واش ممكن تاخذ مهنه الفي تي سي كمهنه قاره، يعني واش تقدر تدخل بها واحد الصالير محترم في الشهر اللي ممكن تعيش به وليداتك وتصرف به على والديك. دونك خلال هذا الفيديو ان شاء الله غنحاولوا ما امكن نجاوبوا على هذا السؤال وغادي نجاوبوا عمليا وغادي نعطيو الافكار ونقولوا الاراء والطرق اللي ممكن تخدم بها وتواظب على العمل ديالك باش توصل للهدف ديالك، الا وهو يولي عندك واحد الدخل قار من خلال هذه الخدمه. هذه اول حاجه خصنا نعرفوا، هذه راه خدمه بحال الخدمه الاخرين. يعني فعلا راك انت كتخدم فريلانس حر فليكسيبل في الوقت ديالك، ولكن الا ما عرفتيش تحافظ على الخدمه ديالك وتواظب عليها ما عمرك غادي توصل لهاد الامور هادو. دونك من بينها انه خصك تعطي الخدمه حقها كما كنقولوا، يعني خصك تفيق بكري تبدا العمل ديالك في الاوقات ديال الدروه اللي هما كما كنقولوا كتخرج الصباح مع السبعة باش يلا تبادر مع الناس اللي كتمشي للخدمه، الناس اللي كتمشي للمدرسه وكتبقى خدام. وكذلك في العشيه في اوقات الدروه ملي كيخرجوا من الناس من المدرسه كيخرجوا من الخدمه من العمل ديالهم تحاول توصلهم. دونك هذه نقطه. النقطه الثانيه كيتحتم عليك الا وهو تبقى اونلاين وتخدم، تعرف تختار المناطق اللي تخدم فيها وتعرف البلايص اللي كيكونوا فيها لي كورس حسب الاوقات. وهذه كامله امور خاصك ترد لها البال. يعني خاصك المينيموم تخدم ما بين 8 السوايع حتى 12 ساعه الا بغيتي توصل لهذا الهدف انه يكون عندك صالير في الشهر. وداك الشيء ان شاء الله راه غادي نثبتوه بالارقام. كيفاش تقدر من الفي تي سي انه توفر تولي عندك شهريه واحد المدخول قار شهريا تقدر تصرف به على عائلتك؟ واش تقدر توصل ما بين 4000 و 5000 درهم في الشهر؟ واش تقدر توصل ما يعادل 1000 درهم في السيمانه؟ شحال ديال الايام، واش 5 ايام ولا 7 ايام في السيمانه اللي ممكن نخدم؟ هادو كلها اسئله ان شاء الله غنجاوبوا عليها في هذا الفيديو هادي، وغادي نوريكم من خلال الارباح اللي حققت هذا الشهر هذا واش نقدروا نوصلوا ولا لا. كما قلنا خليكم معنا في الفيديو حتى الاخر باش تستافدوا، راه فيه بزاف د المعلومات اللي غتفيدكم. اول حاجه باش نوصل لهذا خصو يكون عندي تحديد الاهداف، يكون عندي هدف يومي، هدف اسبوعي وهدف شهري. هذه الحقيقه الاولى اللي ما خصناش نتغاضاو عليها. يعني ما يمكنش نوض ونديماري ونبقى خدام ونقول راني خدام، لا، خصو يكون عندي واحد الهدف يومي. اول حاجه كنحدد اهداف قصيره المدى متوسطه وبعيده المدى. بالنسبه لنا حنا القصيره المدى هو اليومي، المتوسطه هو الاسبوعي، والبعيده المدى هو الشهري. اليومي كيفاش كندير؟ كنقول اودي يا بسم الله يفتح يا رزاق، انا غادي نخرج اليوم نخدم، ياك مزيان غادي نخرج نخدم. اول حاجه كندير كنشوف لي شارج اللي كنخسر، خصني نحيدهم بطبيعه الحال. يعني الا بغيت نوصل للهدف ديال 5000 درهم في الشهر خصو يكون عندي
1000 درهم في السيمانه خصها تكون عندي المينيموم 150 درهم نت في النهار. مزيان. هاد 150 درهم نت في النهار كي كندير لها، اول حاجه قبل ما كنديماري كنشوف شحال غادي نحط. كنحط 100 درهم المازوت، دابا مع غلاء الاسعار ولات 150 ياك، وكندير 50 درهم ديال ريشارج، يعني ولات عندي في لي شارج ناقص 200 درهم. وعاد باش زيد لامورتيسمون ديال السياره وداك الشيء. دونك حنا قربنا عند الكليان، نكملوا نعاودوا نرجعوا يا موسى. دونك كما كتشوفوا الاخوان كملنا هاد لاكورس، تخلصنا الله يخلف الله يعمر. نشوفوا شي كورس اخرى ان شاء الله. قلنا خصنا نكونوا الهدف كنحدوه في النت باش نكونوا واضحين في الكلام، كنحدوه من بعد في الربح الصافي من بعد ما كنخرجوا لي شارج ديالنا كاملين. يعني باش نوصلوا المونطون ديال 1000 درهم في السيمانه خصنا او موان نحدوا شحال بغينا نخدموا في السيمانه، واش 5 ايام ولا 6 ايام ولا 7 ايام. واش بغينا نخدموا غير 6 ايام في السيمانه ونرتاحوا نهار، اولا بغينا نخدموا 7 ايام في السيمانه كامله، اولا بغينا نخدموا واحد 5 ايام ونرتاحوا يومين. دونك واضحه هذه النقطه هذه. بالنسبه لينا حنا كفي تي سي، والفي تي سي اللي عاقل وفاهم الامور كيفاش دايره ما كيقدرش يرتاح يومين، يعني يومين هي الويكاند. حنا الخدمه كتكون في الويكاند. دونك هاد الفرضيه خصنا نلغيوها، وعاوتاني الاختيار كيبقى لكل واحد. انا بالنسبه لي كنهضر على تجربتي الشخصيه، انا ما عندي نهار في السيمانه، دونك كنحاول نخدم 6 ايام. هذيك 6 ايام كنقسمها خص الربح يكون عندي المينيموم الربح الصافي هو 150 درهم. 150 درهم الا بغيت نوصل ل 5000 درهم في الشهر. دونك 150 درهم النات، يعني الصافي ديال الربح. مزيان. كيفاش كندير لهذا الصافي ديال الربح؟ الا وهو كنحدد بعدا خصني نخرج نخدم، خصني نوصل للمينيموم. هذا هو اللي خصو يكون عندي الهدف اليومي ديالي 350 درهم 400. مزيان. ملي كتكون 350 درهم 400 اش كندير؟ كنحيد منها 250 درهم لي شارج وكتبقى لي 150 درهم نات. هذاك هو الربح ديالي، فهمتيني؟ دونك ملي كنوصل 400 كنقول صافي بركه حبس، غادي ندخل في حالاتي، لان الهدف ديالي اليومي وصلت ليه. علاش كنقول بحال هكا؟ لان راه كتحط مجهود بدني، مجهود ذهني، وكتحط عاوتاني الطوموبيل، فهمتيني؟ وقد ما تزاد عندك الوقت قد ما غتبدا تزيد في المصروف، يعني غتولي كتدخل في داك الربح الصافي ديالك. لذلك يستحسن ملي تحدد واحد الهدف يومي توصل ليه تحبس، فهمتيني؟ وتخلي الناس اخرين ترزق الله، فهمتيني؟ يعني مثلا ملي كتبقى خدام كتوصل انا كنبقى خدام كنوصل 400 درهم كنقول الحمد لله صافي على الهدف ديال اليومي وصلت ليه. هي كنتمناو اكثر، ولكن عاوتاني ما حيت ملي كتخدم مده طويله، ملي كتفوت واحد العدد الساعات وكتفوت داك الهدف وكتبغي تكمل، اش كيوقع؟ خصك تمشي تعاود تزيد في المازوط، وتمشي تعاود تزيد في الريشارج ديال لابليكاسيون. ها انت وليتي كتدخل في المصروف الاخر، وعاوتاني الجهد تقدر الغد لي ما تفيقش مزيان، فهمتيني؟ اللهم الانسان كيخدم ما بين 8 10 سوايع 12 ساعه كرون ماكس، وصلتي للهدف ديالك في هذه الاوقات كتقول الحمد لله. كاين بعض الايام راه تقدر ما توصلش ليه، ولكن الا ما وصلتش ليه في واحد النهار خاص النهار الاخر اللي تكون فيه الخدمه تكمل، وتحاول تكمل ما امكن داك النهار اللي بقى ناقصك، فهمتيني؟ دونك هكا كتخاد الامور. يعني راه نظريا كيبان لك انه راه ممكن، ولكن تطبيقيا كاين ما يدار، كاين خدمه، كاين جهد، كاين عمل. دونك راه ماشي سهل، فهمتيني؟ دونك الانسان ما ياخذش بهذه البساطه يتصحابوا راه لا غير جي وراه غادي نوصل. لا، راه كاين فهمتيني؟ كاين ما يدار كما كنقولوا. هيا كورس اخرى نتوجهوا ليها ناخذوها ان شاء الله نكملوها. قلنا هادو بالنسبه للاهداف، قلنا خاص الهدف ديالك يكون محدد. خصني تكون عندي المينيموم ما بين 350 حتى 400 درهم يوميا، كنحيد منها لي شارج وكنخرج 150 درهم يوميا نت. كندير 6 ايام في الاسبوع، هذا بالنسبه لي انا الا بغيت نوصل ل 5000 درهم في الشهر. النقطه هذه واضحه. النقطه الثانيه خصك تعتمد وتخدم بذكاء، يعني نخرج في اوقات الذروه في الصباح، وفي اوقات الذروه المسائيه، وفي لي ويكاند. بطبيعه الحال المناسبات والاعياد ضروري خاصك تخدم فيها. واضحه هذه النقطه باش نوصل لهذا الهدف. قلنا كنخدم ما بين 8 حتى 12 ساعه باش نوصل لهذا الهدف. سويتشي ما بين لي زابليكاسيون، ما نعتمدش على ابليكاسيون وحده. قلنا الاختيار ديال الرحلات بذكاء،
يعني شوف الرحلات المربحه اللي ما كتاكلش ليا المازوت بزاف وما كتعندهاش الكيلومترات بزاف، وكنحاول ما امكن نتفاوض على الثمن. هذه نقطه. النقطه الاخرى الا وهو خصني نعرف المناطق اللي فيها لي كورس. يعني مثلا كنهضر على واحد الانسان اللي غيخدم في تي يعني على طول النهار، يعني اللي غتخدم في اوقات الذروه. عندك مراحل الفراغ، هذوك مراحل الفراغ خاصك تكون تعرف فين كاينين لي كورس اللي ممكن يكونوا مربحين. تمشي لواحد المناطق محدده اللي تلقى فيها لي كورس، تبوجي شويه. راه كما قلنا فعلا مع غلاء الاسعار دابا هاد لي كريتير كاملين اللي كنهضروا عليهم راه ما بقيناش كنعتمدوا عليهم، لان الله يحسن العوان ما نقدروش. دابا راه وليتي كتخدم كتوقف كتسكت. انا كنهضر في العام باش نفهموا النقطه، انا كنهضر في العام ما كنهضرش في الخاص. الخاص هاد الظرفيه الحاليه هاد الشيء كامل اللي كنقول غير ضربوا بعرض الحائط، يعني راه ما يمكنش، خاصك تادابط مع الوضع. ولكن في العام ملي كتكون الامور مستقره، الثمن ديال الغازوال مناسب، الامور عاديه. اما دابا راه الله يحفظ راه واقفه على كل شيء، جميع القطاعات. يا ربي تلطف بلادنا، لان راه الوقت واقفه بمعنى الكلمه. وعاد بزيدها العيد جاي ومصاريفه جايه لا اله الا الله محمد رسول الله. دونك هنا كنكون حددت الهدف اليومي ديالي بهذه الطريقه هذه. دونك نحاولوا نكملوا لاكورس ان شاء الله. كما كتشوفوا الاخوان كملنا هاد لاكورس، خلصنا الله يخلف لا عمر. نحاولوا نشوفوا كورس اخرى ان شاء الله، وميم طون نكملوا في الموضوع ديالنا. كما كتشوفوا الاخوان هذه كورس اخرى غادي نتوجهوا لها ان شاء الله، ناخذوها نكملوها ونرجعوا لكم يوم سهل. كما كتشوفوا الاخوان كملنا هاد لاكورس، تخلصنا الله يخلف الله يعمر. نكملوا في الموضوع ديالنا يوم سهل. كما كتشوفوا الاخوان هذه كورس اخرى غادي نتوجهوا لها ان شاء الله قريبه لينا، ناخذوها ونرجعوا لكم يوم سهل. يلا كملنا هاد لاكورس، تخلصنا الله يخلف الله يعمر. حنا خدامين كناخدو لي كورس ديالنا او ميم طون. لابات لنا شي كورس غناخدوها وغادي نكملو في الموضوع ديالنا يا مسهل. نشوفو هاد لاكورس هادي، دونك نحاولو نشوفو هاد لاكورس واش غتبغيكم ولا لا. دونك قلنا بالنسبه الى بغيتي توصل لداك الهدف عندك اوقات محدده خصك تخدم فيهم، خصك تواظب على العمل، تخدم 8 السوايع المينيموم حتى 12 ساعه ديالك ضروريه تكون يوميا. في النظريه ديالي انا تخدم 6 ايام في الاسبوع، نهار واحد راحه، حاول ما امكن ما يكونش في الويكاند، اختار وسط السيمانه. دونك هادو امور كتخليك انك تواظب، تواظب وتحافظ على العمل ديالك. هادشي كامل غادي يسهل لك انك تحاول ما امكن توصل لذاك الهدف اليومي ديالك. والاهم في هادشي هو انك تعرف تفاوض على الثمن، خصوصا في ان درايف تعرف تفاوض على الثمن. الا بقيتي في واحد المنطق ديال 4.5 5 راك غادي مزيان، راه غتوصل لهذاك الهدف ديالك. راه شوف راه تاخذ الثمن قليل راه توصل، ولكن غتلقى راسك ضايع، فهمتيني؟ غتلقى راسك ضايع. ولكن الا خديتي ب4.5 الفوق 5 5 و25 35 5.5 6 راك غتحس براسك بانك خدام كتضرب عدد لي كورس قلال، ولكن كتوصل لوبجيكتيف ديالك، ما كتهلكش السياره. دونك ناخذوا لا كورس، وصلنا عند الكليان نكملوا ونرجعوا لكم المسائل. كما كتشوفوا سبحان الله العظيم حتى وصلنا عند الكليان هو يانولي لا كورس. باش تعرف هاد الخدمه شنو كيتسناك فيها بحال هكا. دونك نشوفوا هاد لا كورس اخرى ابلينا عليها اللي تشدات لينا، ونعاودوا نرجعوا لكم يوم سهل. كما كتشوفوا ها هي لا كورس تشدات، ربي عوضنا في هذيك لا كورس الاخرى، نتوجهوا ليها ناخذوها نكملوها ونرجعوا يوم سهل. دونك حنا كنتسناو الكليان، نحاولوا ما يمكن نكملوا في الموضوع ديالنا. دونك الامور اللي كتهم كما هضرنا على انه تعرف تخدم بلي زابليكاسيون، تعرف تقاد الوقت ديالك، قلنا تفاوض على الثمن، ونحاول ما امكن الانسان يتجنب بعض الاخطاء منها تقبل اي رحله باش جاي باش دار. هنا كتخسرك لان ما كتحسب لا كيلومتراج لا والو، كتضيع اوقات الديروه، تبقى ناعس لواحد الوقيته وتخرج وتبغي تخدم، هذا راه ما غيفيدكش. كذلك تخدم في بعض المناطق اللي ما فيهاش الخدمه بزاف، مثلا تدير تكون كطمع، وهذا غيخسرك شحال من حاجه. دونك الانسان يخدم بعقل،
ويعرف يخدم، يعرف كيفاش ياخذ الامور ديالو بجديه. لان دابا كنهضروا على انك غادي تخدم في واحد القطاع اللي خاصك تردو مصدر الدخل ديالك اللي غتعيل به الاسره ديالك. دونك خصك تعرف اشنو كدير. دونك هذه امور كامله الانسان يحاول ما امكن يخدم عليها. كما قلنا يدير واحد الهدف يومي قدامه. هذاك الهدف اليومي الا حافظتي عليه غادي يوصلك للهدف الاسبوعي اللي هو متوسط المدى. من بعد الا حافظتي عليه غادي تقدر توصل للهدف الشهري اللي هو انه تجعل من قطاع الفي تي سي مصدر الدخل ديالك شهريا، ويقدر انك تصرف به على الاسره وتكون المعيل ديال الاسره ديالك. دونك حنا او ميم طون كنتسناو في الكليان. كنظن نحاول ما يمكن نكملوا هاد لاكورس وتكون لاكورس الاخرى باش الفيديو ما يطولش. حاولنا نعطيو غير بعض اللمحات فيه، وديك الساعه في الاخر الفيديو غنحاول ما امكن نبارطاجي معكم الارباح ديالي اليوميه. نورمالمون اغلبيه فيكم اللي كيتفرج راه عارف بان الارباح اليوميه راه كنبارطاجيها في كل فيديو، وغادي نحاول ما امكن نبارطاجي كذلك الارباح الاسبوعيه والارباح هذا الارباح الشهريه، الربح الشهري ديالي خصوصا ديال هذا الشهر، باش نعطيكم الاحصائيات يعني اجور ديال هاد. دابا حنا اوني لو 1، حنا دابا 1 شهر 5 غنعطيكم الارباح ديال شهر 4. دونك نتمنى من الله يكون الناس تستافد من هذا الفيديو هذا. دونك نحاول ما يمكن، ها هو الكليان كنظن جا، نكملوا هاد لاكورس ونرجعوا لك ونكملوا، وديك الساعه نقادوا امورنا يا مسهل. كتشوفوا الاخوان كملنا هاد لاكورس، تخلصنا الله يخلف الله يعمر. دونك كما كتشوفوا الاخوان كملنا لاكورس ديالنا، هضرنا على المواضيع اللي قلنا، حاولنا ما امكن نبارطاجيو. كما كتشوفوا الاخوان هضرنا على الموضوع، بارطاجينا الامور اللي ممكن تاخذها وتخدم بها على اساس الا بغيتي توصل لواحد المونطو شهريا. قلنا كتحدد واحد الاوبجيكتيف يومي اللي توصل فيه لواحد المقدار ديال ما بين 150 درهم 170 درهم، المينيموم 150 درهم نت. كما كتشوفوا انا غنخلي لكم الصوره باش كتشوفوا الهدف اليومي ديالنا وشحال كيبقى لنا فيه. ومن بعد هذاك الهدف اليومي ديالنا الا خدمتي عليه طيله 6 ايام في الاسبوع غادي يوصلك للهدف الشهري، الهدف الاسبوعي ديالنا، الا وهو الهدف المتوسط. على المدى المتوسط كما غتشوفوا هنا في الصوره، كتشوفوا هذا الاسبوع الاول ديال شهر 4، وهذا الاسبوع الثاني ديال شهر 4. دونك ملي كنحاولوا ما امكن نبقاو محافظين على هذه الوتيره وكنحافظوا وكنكونوا ديسيبلينير في خدمتنا وكنأديو الواجب ديالنا كما ينبغي وكنخدموا عليه في السوايع اللي هما مهمين والذروه، هذا الشيء كامل كيخلينا نختاروا الرحلات بطريقه ذكيه، كيخلينا كذلك اننا نعرفوا الاوقات اللي نخدموا فيها، الاماكن اللي نخدموا فيها، الاثمنه اللي ناخذوا بها الكيلومتر ديالنا. ما كنديباسيوش، نحاولوا ما امكن ما نطيحوش على 4.5 وانت خدام الفوق. الا بقيتي كتاخذ، حيت كاين نهار اللي تقدر تاخذ ب 94، كاين نهار اللي تقدر تاخذ ب 55. دونك هذا في لا موين ديالو ما خاصكش تطيح على 4.5. لذلك هذا كيدينا كما كتشوفوا هذا هو الربح الشهري ديالنا. ملي كتوصل لهذا الربح الشهري يعني الا وصلتي ل 5000 فما فوق، دونك الا كنتي واحد الانسان اللي كيعرف يصرف راه تقدر تصرف منه على الاسره ديالك. وهذا كيخليك عندك واحد الاريحيه، خدام عند راسك، عندك واحد لا فليكسيبيليتي في الوقت. يعني كما كنقولوا واخا عندنا الوقت ديالنا ولكن خصنا نعرفوا كيفاش نخدموا فيه. دونك هاد الارباح كتخول لك انك تصرف على عائله. وهنا كنظن بارطاجيت معكم الامور اللي ما غتلقاوهاش في شي قناه اخرى، الا وهو كنبارطاجي معكم الحقائق كما هو السلوغون ديال القناه ديالنا. هنا كتلقى الفي تي سي على الحقائق بالحقائق ديالو. دونك نخليوكم ونحاولوا ما يمكن نعطيكم الحصيله اليوميه ديال اليوم. ودونك كنظن الفيديو ديالنا غيكون كمل هنا. نتمنى من الله يكون مفيد لعده ناس اللي خدامين في الفي تي سي او اللي ناويين يخدموا في الفي تي سي، ولا الناس اللي باغيين تغير من الحياه ديالها وبغات تقلب على واحد الدومين اللي تخدم فيه. ولكن كما كنقول وكنعاود نقول، ما تنساوش بان هذا الدومين راه ماشي ساهل، فيه الريسك راكم عارفين فين كاين. الريسك على حياتك، الريسك على السياره ديالك، الريسك على الاداه اللي كتخدم بها، وكذلك راه فيه مصاريف. واش عندك انت قابليه انك تسوق واحد المده طويله مورا الفولو؟ لذلك نخليوكم ان شاء الله تشوفوا الحصيله اليوميه ديالنا، ويكون الفيديو ديالنا غيكون سهل. يوم سعيد.
فالاخوان باش الفيديو ما يطولش غنحاولوا نديروا الحصيله اليوميه لحد الساعه. بالنسبه لحد الساعه تقريبا واحد ساعتين المكانه درنا فيها 7 لي كورس 144 درهم. درنا فيها حاولنا ما يمكن نحافظوا كما العاده على لا مويان 5 دراهم 21 بالنسبه للكيلومتر. دونك الله يخلف الله يعمر. باش دير الفي تي سي كدخل شهري نعم ممكن ديرو، انما ماشي ساهل وماشي صعيب. ماشي ساهل لانه ما يظنش بان اي واحد غينوض غيهز طوموبيل غيخدم غيبدا يدخل 5000 6000 10000 ما عرفت شحال في الشهر، ولكن كتبغي انضباط، كتبغي خدمه بذكاء، كتبغي استراتيجيه، كتبغي المواظبه. لذلك اخي ولا اختي الفي تي سي ولا اي واحد باغي يخدم في الفي تي سي راه ممكن ياخذها كمدخل رئيسي، ولكن خصو ينضبط، خصو يكون على علم باشنو كيتسناه، واش عنده القابليه انه يخدم في الفولون مده طويله. دونك هذيك واش عنده القابليه انه ياخذ لو ريسك. دونك هذه امور كامله. كيف العاده الا شفتوا هذا الفيديو نفعكم ولقيتوا فيه المعلومات اللي كنتوا كتقلبوا عليها، ما تنساوش تدعموا البارطاج لي لايك باش المحتوى ديالنا يوصل لاكبر عدد من الناس. الى هنا استودعكم الله والسلام عليكم.